اديني اهو ما قصرتش يا بتوع افلام، بس طالما في اخبار كتيره لازم تتقال، وخاصه الجزء الانجليش. يعني الجزء الانجليش هيبقى فيه اخبار كتيره وحلوه ومهمه جدا، بس برضو في الحلقه هيبقى فيها اخبار عربيه او مصريه اللي احنا متعودين عليه عموما. بس قبل ما نبتدي الحلقه يا بتوع افلام، انا عارف ما بتحبوش الانترو. مبدئيا ممكن تتساءلوا هو فين بودكاست بتاع افلام. احب اقول لكم معلش يا بتوع افلام، الاسبوع ده هيبقى مؤجل، ولكن هو هيبقى سيزون ماشي، هيبقى سيزون 1 لبودكاست بتاع افلام، وغالبا المتبقي من الحلقات هيبقى 3 أو 4 حلقات، هنشوف باذن الله وهقول لكم خلال الفتره اللي جايه باذن الله. ولكن هيجي مكان البودكاست حاجه تانية، متقلقوش كله يعني هيبقى زي الفل باذن الله. بس اتمنى طبعا بتوع افلام قبل ما ابتدي الحلقه تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب الشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، اخر الاخبار معانا، ونبتدي باول خبر يعتبر، وانا بقول لك اهو من دلوقتي افتكر كلامي، من 2023 النجم اللي هيبقى متالق جدا في 2024 هو النجم محمد عادل امام. هتقول لي ليه يا ابو حميد؟ هقول لك ان مبدئيا فيلم ابو نسب من بطولته اللي احنا كنا منتظرينه من الصيف اللي فات، بطولته هو الفنان طبعا الكبير ماجد الكدواني، هينزل باذن الله في شهر ديسمبر اللي جاي. والمفروض في 2024 المفروض ان محمد امام دلوقتي بيصور 3 حاجات او 4 اعمال، في منهم فيلم شمس الزناتي من بطولته، وهيبقى يعني قصه ازاي شله شمس الزناتي دول تعرفوا على بعض من زمان اساسا، يعني احداث ما قبل فيلم شمس الزناتي اللي احنا نعرفه. والفيلم هيبقى من اخراج عمرو سلامه، وفي فيلم اخر طبعا من اخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ولغايه دلوقتي ما استقروش على الاسم ايه. والخبر الجديد ان محمد امام هيبقى معانا في موسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل كوبرا. ومسلسل كوبرا المعلومات اللي انت تعرفها عنه لغايه دلوقتي ان هو هيقوم بدور ميكانيكي سيارات. والمسلسل من تاليف احمد محمود ابو زيد ومن اخراج المخرج احمد شفيق. اما من الاخبار او من الصور اللي احنا لاحظناها كتير خلال اليومين اللي فاتوا، صور احمد السقا من خلال عمله الجديد وهو مسلسل جوله اخيره. ومسلسل جوله اخيره من خلال الترويج للمسلسل ان هو غالبا هيتكلم عن عالم المصارعه بتاعه الام ام اي، وهيبقى احمد السقا واحد من المصارعين. وغالبا من اللي احنا شفناه من الصور غالبا ان الفنان الكبير اشرف عبد الباقي هيبقى هو المدرب بتاعه، وهنشوف. وبالمناسبه المسلسل المفروض هيعرض على منصه امازون برايم، وبكده يكون احمد السقا هو اول نجم عربي يتعرض ليه عمل على منصه امازون برايم. اتمنى ان العمل ده يبقى عوده احمد السقا، لانه نجم من النجوم طبعا اللي احنا حبيناهم جدا في فتره لما انا بالنسبه لي كنت طفل صغير. اما من الاعمال المنتظر نزولها خلال الفتره اللي جايه، والاخبار اللي بتتقال على النت ان هو غالبا هينزل في شهر اكتوبر اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده، والله اعلم هينزل امتى، وهو مسلسل بطن الحوت. لو تفتكروا مسلسل بطن الحوت كان من ضمن الاعمال اللي انا كنت منتظرها في رمضان اللي فات اساسا، وكان يعتبر من اكتر المسلسلات اللي انا قلت لكم ساعتها ان ده اكتر مسلسل انا متحمس له في الموسم الرمضاني. ولكن المسلسل اتاجل، والمسلسل بيشارك في البطوله مع الفنان محمد فراج، الفنان باسم سمره، اللي انا منتظر المواجهه التمثيليه اللي ما بينهم جدا. وشفنا ان البوستر نزل على منصه شاهد وبيتقال عليه قريبا، فان شاء الله اتمنى ان هو ينزل في خلال الفتره دي. وطبعا كده هو خرج بره سباق الموسم الرمضاني بتاع 2024. اما من ضمن الاخبار الاخرى برضو بالنسبه لمسلسلات رمضان، الفنانه نيلي كريم اعلنت من خلال لقائها مع انجي علي على نجوم اف ام ان هي هتبقى موجوده في رمضان اللي جاي من خلال مسلسل كوميدي بعنوان فراوله، وهي هتقوم بشخصيه فراوله دي. اكتر حاجه بسطتني في الكليب اللي انا شفته ده او المقطع اللي انا شفته بتاع وهي بتتكلم عن العمل الجديد ده، ان هي اقتنعت ان الموسم الرمضاني ال 30 حلقه ده كبير جدا والموضوع قدم. وفي نفس الوقت لو انت عايز تعمل 30 حلقه حلوين انت محتاج تقعد لك بتاع سنتين او فتره طويله جدا تحضر لمسلسل على الاقل يبقى مكتوب، يعني مسلسل يبقى مكتوب، مش نصور واثناء التصوير نكتب الحلقات ولسه الحلقات ما خلصتش. وده طبعا غلط كبير جدا اتمنى ان احنا نتخلص منه. ابتدينا نتخلص منه واحده واحده، اتمنى ان الموضوع ده ينتهي لان الموضوع ده كارثي فعلا، يعني فعلا يضايق
ازاي يعني احنا ازاي يا جماعه بنعمل كده؟ وخدوا بالكم انا بقول اهو للمنتجين من دلوقتي، لو اي حد من المنتجين بيتفرج ما تتفاجئوش يا جماعه، رمضان كمان 5 شهور، ركزوا في الجمله اللي انا بقولها دي، رمضان السنه دي يوم 11 مارس، كل سنه وانتم طيبين، افتكروا الموضوع ده، كل سنه رمضان بيبقى بدري عن السنه اللي بعديها، انتوا بتتفاجئوا. فبصوا اهو فاضل 5 شهور، تبقى كارثه بقى ان في اعمال كتيره جدا لسه ما ابتدتش كتابه وهنبتدي نعملها في ده يعني قمه الاستسهال الصراحه. فبشكر الفنانه نيللي كريم الصراحه ان هي صرحت التصريح ده، ومحتاجين ان كل النجوم الكبار ان هم فعلا يقولوا كده ويروجوا لده، لان ده المفروض الصح وده اللي يتعمل، عشان في الاخر احنا ككلنا كجمهور وكمتلقي وكممثلين يبقى كله متكيف ان كل واحد عمل شغله حلو، وفي الاخر كله انبسط في الاخر. اما من ضمن الاخبار المحمسه جدا خلال الفتره اللي جايه ان هشام ماجد ومحمد ممدوح تعاقدوا على فيلم جديد اسمه اكس مراتي، ومن اخراج المخرج الكوميديان معتز التوني. فانا منتظر الفيلم ده، واعتقد ان هو لو يعني هيبتدوا يصوروه من دلوقتي، اعتقد ان الفيلم ده هينزل في موسم الصيف بتاع 2024. اما اخر خبرين معانا قبل ما ننتقل للاخبار الانجليش اللي فيها اخبار حلوه جدا ومهمه جدا، وحاططها لك في العنوان لان خبر مهم الصراحه، ولكن نبتدي بفيلم ولاد رزق الجزء الثالث اللي بيبتدي تحضيره من دلوقتي. واعلن المستشار تركي آل الشيخ انه هيدعم فيلم ولاد رزق الجزء الثالث ب 3 مليون دولار، وبكده اساسا يعني الدعم ده لوحده يخليه ان الفيلم ده بالتاكيد هو اضخم انتاج عمل مصري اتعمل في التاريخ، وان هيبقى فيه جزء للتصوير للفيلم في البوليفار، وفي نفس الوقت برضه هيدعم فكره ان لو الفيلم محتاج لوكيشنز تصوير وحتت تانية كتير. فاتمنى بعد الدعم ده كله الواحد يشوف ملحمه، احنا المفروض نشوف في ولاد رزق الجزء الثاني، وبالتاكيد خاصه ان الفيلم ده من اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. فاعتقد بعد كل الدعم ده، وخاصه برضه ان معالي المستشار يعني قال ايه بقى، كلمه مهمه جدا اتمنى برضو الناس كتيره تاخد بالها منها، ان هو ملاحظ خلال الفتره اللي فاتت ان الاعمال المصريه بقى فيها استسهال كتير، ناخد بالنا يا جماعه بعد اذنكم. اما من الاعمال المهمه جدا وسبته للاخر لانه عمل، بصوا بقى هقول لكم التشكيله كلها، عمل عربي هينزل على منصه نتفليكس في يناير القادم باذن الله، ومن بطوله الفنان مع حفظ الالقاب للجميع آسر ياسين، صبا مبارك، راكين سعد، شريف سلامه، وشيرين رضا. العمل بعنوان من قتل نادية، وينتمي لنوعية الجريمة والإثارة والغموض والتشويق. أحب بقى أديك بقى أكتر حاجة محمساني للعمل ده الصراحة، وإن العمل من إخراج المخرج المتألق الصدير مسعود، اللي عمل السنة اللي فاتت مسلسل منعطف خطر، اللي بالنسبة لي اديته العلامة الكاملة من خلال البرنامج هنا. يعني أنا كان من وجهة نظري أخذ العلامة الكاملة، لأنه كان من أكتر المسلسلات العربية اللي كيفتني خلال الفترة اللي فاتت. فأنا متحمس جدا للعمل ده، وخاصة إنه كمان يتكون من 8 حلقات فقط لا غير. اما بقى دلوقتي نخش على الاخبار الانجليش، ونيجي عند الخبر الاهم اللي احنا سمعناه خلال الفتره اللي فاتت، ان كريستوفر نولان هيبقى مخرج فيلم جيمس بوند الجديد. اوكي، وفي اشاعات بتتقال من بعد الخبر ده ان هنري كافيل اللي هو سوبرمان هو اللي هيقوم بدور جيمس بوند. بصوا حاجتين بما اني على قديمه في جيمس بوند قوي ومحنك جدا في جيمس بوند. اول حاجه فكره ان مخرج تقيل يمسك او يخرج عمل دي ما فيهاش اي مشكله في جيمس بوند، وبالنسبه للمنتجين ما فيهاش اي حاجه، بس فكره ان هم يجيبوا ممثل مشهور جدا وبياخد سالري عالي قوي وهو اللي يقوم بدور جيمس بوند، دي مش من قواعد واساسيات او الرولز بتاعه جيمس بوند للمنتجين بتوعهم عموما، ان هم على طول بيجيبوا ممثل بيبقى اللي هو بوتنشال عالي، اللي هو ممكن يبقى حلو قوي كدور جيمس بوند وبينجح جدا، وفيما بعد الناس بتفتكره بجيمس بوند، يعني مش عشان انت عملت اعمال قبل كده مكسره الدنيا وبتاع، ولكن هم على طول بيحبوا يعملوا الحركه دي. ما اعتقدش ان هنري كافيل والله اعلم، ولو جه مش هتضايق خالص، مش هزعل خالص، لانه يليق جدا برضو ان هو يقوم دور جيمس بوند. ولكن نولان هتسالني طبعا يا ابو حميد طب ايه رايك يعني انت نولان ايه متحمس ان هو اللي هيخرج العمل ده؟ بالتاكيد يا جماعه متحمس، وبالتاكيد انا متاكد ان الجزء اللي جاي ده من جيمس بوند هيبقى واحد من احلى افلام السلسله. هتقول لي ليه يا ابو حميد كده؟ طب ما هو في افلام كتير على فكره ما عجبتنيش لنولان خلال الفتره اللي فاتت، تانت مثلا ما عجبنيش مع انه اكشن والكلام ده. بصوا انا عارف ان انا ممكن اتضرب بالقلم دلوقتي من اللي انا هقوله دلوقتي ده، نولان لما بيبقى فكره اوريجينال بتاعته كده لن تخلو من التعقيد ايا كانت، ولكن لو حاجه عمل اوريدي اساسا مكتوب وليه اساسا تاريخ فمش محتاج
محتاج ان انا افكر فيه والعب فيه كتير ويبقى فيه اساسيات كده، نولان بيبدع في الحته دي. لان انا بالنسبه لي حتى الان بعد كل اللي نولان عمله ده، اكتر افلام انا بحب اتفرج عليها وبعيدها لنولان هي ثلاثيه باتمان او ذا دارك نايت، عشان نولان ما كانش يعني كان صعب ان هو يتفزلك فيها. فانا حاسس ان هو برضه في جيمس بوند مش هيتفزلك، هو هيعمل فيلم كوميدي بطريقه جاسوسيه رائعه، وممكن يبقى فيها تويستات وحركات، بس مش هيبقى بالتعقيدات اللي هو تخرج من فيلم انا مش فاهم حاجه اساسا، او ممكن تقع في نص فيلم اللي هو لا انا مش فاهم حاجه. فانا اعتقد نولان هينجح جدا في الحته دي. وافتكروا قبل كده استعانوا بمخرجين تقال زي سام مانداز اللي كان واخد اوسكار في امريكان بيوتي وعامل افلام كتيره، يعني 1917 مثلا. وطبعا قبليها اللي حيا او رجع احياء السلسله تاني بايرادات عاليه جدا من خلال جولدن اي سنه 95 مع بيرس بروسنان، مارتن كامبل المخرج الخطير اللي بالنسبه لي اكتر مخرج فاهم جيمس بوند، وعمل بعد كده اعاد احياء جيمس بوند تاني من خلال فيلم كازينو رويال من بطوله طبعا دانيال كريج، او اول فيلم عمله كدور جيمس بوند. اما الخبر الثاني اللي يعني للاسف يعني هقولها هنا في البرنامج، يعني الفيلم الاخير لكوانتين تارانتينو دلوقتي يعني خلاص بيتم تنفيذه. انا متضايق، يعني انا متضايق جدا. كوانتين تارانتينو مش يعني ده اخر فيلم ليه. طبعا انتوا عارفين لو عشاق لكوانتين تارانتينو هو من قايل من الاول ان هو انا هخرج 10 افلام فقط لا غير، وده فيلمه العاشر. الفيلم بعنوان ذا موفي كريتيك او يعني الناقد السينمائي. اوكي انا مش ناقد ماليش دعوه، يعني انا قلت كده ضحكت كده عادي يعني. وبيتكلم احداث الفيلم في فتره السبعينات، والفيلم من بطولة الفنان بول والتر اللي بالنسبة لي من أكتر الممثلين الأندر ريتد ومش واخد حقه تماما، ويكفي أداؤه التمثيلي من خلال عملين، فيلم اسمه ريتشارد جول من إخراج كلينت إيستوود، اتفرجوا عليه لو أنتم ما شفتوش، قصة حقيقية. اتفرج على الفيلم ده واتفرج على أداؤه في الفيلم ده قد إيه خطير وبارع. وأيضا من مسلسل بلاك بيرد، شوف أداؤه هنا وشوف أداؤه هنا وشوف الشخصيتين عاملين إزاي. شوف أنت هنا بتكون عايز تطبطب عليه وهنا اتفرج واستمتع. ولكن بقى نظرا انه فيلمه الاخير، فكوانتين تارانتينو عامل حركه صايعه وجميله جدا، عايز جون ترافولتا، سامويل جاكسون، وبيقول ان هو بيحاول باي طريقه يجيب بروس ويلس، لان طبعا انتوا عارفين ان بروس ويلس دلوقتي طبعا ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه على قد ما هو بسطنا الصراحه تعبان وعنده مشكله طبعا، يعني مشاكل صحيه كبيره. فاتمنى ان ده يحصل، لان دول طبعا الابطال بتوعه لاشهر فيلم تارانتينو اللي هو بالب فيكشن، وبرده كان جون ترافولتا في مرحله اللي هو بيقع جدا، وكوانتين تارانتينو اعاد احياء مسيرته هو وبروس ويلس من خلال فيلم بالب فيكشن. فهل ده يحصل تاني؟ اتمنى والله العظيم من كل قلبي، واتمنى من كل قلبي اكتر واكتر ان ده ما يكونش اخر فيلم لكوانتين تارانتينو، خاصه ان هو صرح وقال ان هو لا خلاص، يعني انا هعمل الفيلم ده وهتفرغ لكتابه كتب، انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا افضل اكتب كتب، هو ده اللي عايز يعمله باقي حياته. وبيقول لي اشتغل في حاجات في المسرح، حاجات في التلفزيون كده، وحاجات كده اوكيجن. متضايق الصراحه. نخش على الخبر اللي بعده، والخبر اللي بعديه او الخبرين اللي جايين هم مش اخبار، يعني الافلام اللي نازله خلال الفتره اللي جايه، خاصه دلوقتي ان في افلام نزلت على منصات كتيره جدا حلوه قوي، وناس كتيره طلبوا مني ان انا اتفرج عليهم. في منهم واحد انا ضامنه وهقول لكم عليه، والاثنين التانيين انا ما شفتهمش لسه الصراحه. ولكن نبتدي طبعا بالخبر اللي هو المهم جدا. فيلم باربي يا جماعه، فيلم باربي حقق، وهو نزل دلوقتي، يعني هو بقى له بتاع حوالي اسبوعين نازل في كل حته على النت بكواليتي نظيفه وكل حاجه. فيلم حقق مليار و430 مليون دولار. وبكده ركز معايا عشان الكلمه اللي انا هقولها لك دي كبيره جدا. ورنر براذرز من اشهر الشركات الانتاج اللي انت شفتها قبل كده من وانت طفل، تمام؟ باربي اعلى ايرادات في تاريخ الشركه دي، تعدى هاري بوتر بجزءه الاخير، بجوكر، بدارك نايت، كل اللي انت تتخيله. باربي هو اعلى ايرادات للشركه دي. هل الايرادات مقياس؟ سؤالي ليك تحت في الكومنتات. اما الافلام اللي نازله خلال الفتره اللي جايه، اول 3 افلام اللي موجوده دلوقتي على المنصات عشان نبتدي بيهم، فيلم ريبتايل موجود دلوقتي على نتفليكس، فيلم درامي اثاره وبتاع، فده لو انتوا عايزين تتفرجوا عليه هو موجود دلوقتي على نتفليكس. وايضا فيلم موجود برده على نتفليكس اسمه نو وير، انا لسه ما شفتوش، بس انا واخد بالي على النت ان في ناس كتيره مقسومين اتنين، ناس عجبهم جدا، في ناس قالوا ممل جدا، فانتوا تتفرجوا عليه. وهو يعني من القصه انتوا شايفين البوستر، واحده قعدت لوحدها في البحر وبتاع، اللي هو نوعيه، انا متخيل ان هو هيبقى من نوعيه فيلم زي فيلم ذا فول اللي هو نزل السنه اللي فاتت، فاكرينه؟ حاجه من النوعيه دي اعتقد يعني، بس انا لسه ما شفتوش فما اقدرش اضمن لك اقول لك اي حاجه. ولكن فيلم فلورا اند سون
اهو دي اهو ترشيح مني ليك، اتفرج عليه، موجود على منصه ابل تي في. فيلم درامي جميل جدا، وانا احب النوعيه دي من الافلام قوي الصراحه. اما الافلام القادمه واللي نازله خلال الفتره اللي جايه، الاربع القادم اكتر فيلم، بصوا بقى يعني انتوا مش فاهمين مدى الحماس. هتقول لي يا ابو حميد انت كل حاجه متحمس لها، هقول لك ليه. صا الجزء العاشر، برغم اني فقدت الامل في السلسله دي تماما، ولكن بره يا جماعه الفيلم نزل، الناس كلها بتقول الفيلم ده احلى جزء، احلى جزء من العشرة. اوكي، فانا لا، انا متحمس قوي 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 اعرف الناس بره قد ايه عجبهم، ليه عجبهم قوي كده. وطبعا هنعمل حلقه عليه، لان الفيلم فعلا من اكتر الافلام اللي انا بحبها، او سلسله الافلام اللي انا بحبها كافلام رعب، فهتفرج عليه ونعمل حلقه عليه باذن الله الاربعاء القادم. وهيبقى موجود برده في السينمات فيلم حسن المصري للفنان احمد حاتم، هينزل الاربعاء اللي جاي برده. اما بقى في شهر اكتوبر في بقى ايه بقى؟ في روبرت دينيرو، ليوناردو دي كابريو، مارتن سكورسيزي، كيلرز اوف ذا فلاور مون. اكتر فيلم يعني مش هتكلم، مش هقول ايه، بس يعني اوكي. وفيلم ذا كيلر من اخراج ديفيد فينشر هينزل يوم 27 اكتوبر. وفيلم انا مش عارف هم ليه عملوا منه جزء تاني، انا مش فاهم بجد ليه عملوا منه جزء تاني. فيلم ذا اكزورسيست نازل منه جزء تاني اسمه بليفر، نازل يوم 6 اكتوبر. وايضا لو انت بتحب الافلام الدوكيومنتري، بيكهام يا جماعه، انا كمانشستراوي احب اقول لكم ان فيلم بيكهام نازل على نتفليكس يوم 4 اكتوبر. وايضا من الافلام اللي انا برضو متحمس لها جدا كدوكيومنتري، فلاي، زي ما احنا شفنا ارنولد اللي نزل الشهر اللي فات، فلاي ده اللي هو سيلفستر ستالون. واحد الاثنين دول يا جماعه عمالقه، يا جماعه اتفرجوا واعرفوا دول ايه، عشان بس يعني فهموا. بس لو انت ما شفتش ارنولد فاتفرج عليه، لان انا ارنولد ده بالنسبه لي حوار يعني. وسيلفستر ستالون طبعا، بس انا بحب ارنولد اكتر الصراحه. يعني الناس كتير هتستغرب الحوار ده، بس انا فعلا بحب ارنولد اكتر، ولكن سيلفستر ستالون اقل منه طبعا متحمس جدا. الدوكيومنتري بتاعه هينزل برضو على منصه نتفليكس يوم 3 نوفمبر. اما الافلام العربي يعني اللي انت المفروض تتحمس ليها قوي خلال الفتره اللي جايه، هتنزل شهر ديسمبر يعني غالبا مفيش غير ابو نسب، وايضا فيلم شماريخ لعمرو سلامه، ومن بطوله آسر ياسين وامينه خليل. هم دول المفروض الاعمال المصريه المفروض القويه اللي هتنزل خلال الفتره اللي جايه. وبس يا بتوع افلام، ده اللي انا اقدره لكم في حلقه الاخبار. اتمنى تكون عجبتكم، وبعتذر لكم جدا، يعني اعتذار مهم جدا. حلقتين اللي فاتوا انا ما ردتش على الكومنتات، بعتذر لكم، ظروف كتيره جدا، ويعني الواحد بس كان في مود يعني انا عمري ما ضحكت عليكم، ولا فعلا عايز اضحك عليكم، ومش عارف يعني هبقى بكذب وانا بكتب ليكم الصراحه. فانا بعتذر لكم جدا، وطبعا ان شاء الله نرجع نتواصل مع بعضينا بدايه من الحلقه دي باذن الله. وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي ايه اكتر خبر عجبكم، وايه اكتر حاجه متحمس لها، واكتر فيلم متحمس له، وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا تظبطوا لي لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشيروا وسبسكرايب الشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.